او حتى على المسجد الاقصى او على اي جزء من الاراضي الفلسطينيه. كل الناس بتشجب وبتندد وخلصت الليله على كده. او ممكن نبعت شويه مساعدات بسيطه على اساس يعني ان قطاع غزه يهدى شويه ونحاول نعوضهم على الاضرار الرهيبه اللي بيدفعوها من اعمارهم وارواحهم وبيوتهم كل مره. فالكلام هنا ليك عشان خاطر بس يبقى عندك وعي بالموضوع، حتى لو مش عارف تعمل اي حاجه. ابسط حاجه تقدمها لنفسك وللي حواليك وللي مش فاهمين انك تعرف مين الطرف الحقيقي ومين الضحيه فعليا في الموضوع، عشان يمكن يجيلك وقت ويوم من الايام وتبقى قادر ان انت تعمل حاجه فعليا على الارض. حاجه اخيره حابب اقولها، وهي ان رئيس الوزراء الاسرائيلي هيجتمع النهارده مع اعضاء الكنيسة الاسرائيلي عشان خاطر يعلنوا الحرب بشكل رسمي على قطاع غزه، القطاع اللي مقطوع عنه الكهرباء والميه والغاز والوقود، عشان خاطر هو محاصر بشكل كامل من كل الجوانب. ومع ذلك دوله بحجم اسرائيل وبكل المساعدات اللي بتاخدها من امريكا ومن كل الدول الاوروبيه بتعلن الحرب بشكل رسمي وبشكل كامل عليه. دعواتكم لاهل غزه بكل الدعوات الممكنه، واللي يقدر يساعد باي حاجه وباي طريق لو اتفتحت مساعدات ليهم يا ريت ان هو يساعد. وربنا يكون في عون اهل غزه. سلام.